الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة الجزر المخلل والفلفل زي المحلات بالظبط بتاع الترشي البلدي اللي بنشتريه من بره. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا طبعا كمية تقديرية كام قرن فلفل كده محترمين، والجزر كنت قشراه وغسلاه كويس ومخرطاه بالقطاعة ديت. قطعته بالقطاعة دي عشان يديني نفس الشكل بتاع المحلات. اول حاجة هفضيه في طبق كبير كده واحط حوالي معلقتين ملح كبار واقلبهم مع بعض. قلبتهم مع بعض هسيبهم بقى لحد ما نجهز المحلول اللي هننقعه فيه. اول حاجة عندي 3 ليمونات كبار عصراهم كويس، وكمان 3 معالق كبار خل لكل لتر ميه، وكمان زيهم ملح، يعني لكل لتر ميه هنحط 3 معالق كبار خل و3 معالق كبار ملح ومعلقه سكر. لو هتضعفي الكميه هتضعفي كميه المقدار. عندي بقى هنا حوالي 3 فصوص توم كبار فرماهم، ومعلقه كبيره كركم، وكمان معلقه كبيره هريسه وفلفل اسود. غاليه عندي ميه وسايباها تبقى هاديه شويه، فضيها كده. المحلول جاهز معايا. عندي بقى اي علبه بلاستيك او بطرمان، انا البطرمانات عندي مشغوله فهحطها هنا في العلبه البلاستيك مغسوله كويس جدا ومتعقمه. هفضي فيها الجزر والفلفل. كميه الجزر اللي عندي دي حوالي 2 كيلو ونص، وحط عليهم حوالي نص كيلو فلفل. ممكن تكتفوا بالجزر بس ما تحطوش فلفل، بس انا حابه احط ده مع ده. ابتدي بقى اصب المحلول على الجزر والفلفل لحد ما اغطيه خالص. المحلول كده غمره كويس. هجيب بقى كيس تلاجة فتحاه كده بالسكينه، هقفل بيه العلبة علشان خاطر اضمن ان الهواء ما يوصلوش وما يعملش عشب او حاجة، واغطيه بقى كويس يبقى محكم عندي كده، واسيبه لمدة اسبوع، وبعد كده تفتحوا عليه وتاكلوا احلى جزر مخلل. طبعا انتوا ضامنين نضافته، وهيبقى احلى من بره بكتير قوي، ونفس الطعم وتقريبا نفس الشكل لان احنا مقطعينه بنفس التقطيع. اتمنى كده يكون وصفه النهارده عجبتكم، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده. وما تنسوش تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيه ايه بعد ما تخللوه وتجربوا طعمه.